هو ليه سكارفيس كان أسطورة؟ كان مجرد ظهوره بيرعب الحيوانات حتى الأسود التانية، وندبته خلت شكله أيقوني جدا حتى المصورين بيعشقوا يصوروه. عمره الطويل في البرية وسط المعارك بيخليه من أطول الأسود عمرا في التاريخ الحديث. مات موتة ملك، مات سنة 2021 وهو حر في أرضه من غير ما يتم اصطياده ولا يموت في قتال. مفيش جرح بيجي من فراغ، كل ندبة في وشه بتحكي معركة نجا منها. ده مش مجرد أسد، ده أسطورة اسمها سكارفيس، الأسد اللي واجه الموت وكسب. سيطر على مناطق واسعة جدا في المحمية لأكتر من 10 سنين، وده نادر جدا للأسود اللي في البرية. في بداية ظهوره كان في قتال دام على السيادة مع أسود أقوى وأكبر منه، لكن قاتل بشراسة وخد الضربة اللي عملت له الندبة الشهيرة، لكنه ما انسحبش، بالعكس كمل القتال وكسب. سيطر على منطقة فيها أكتر من 20 لبؤة، وكان هو القائد الرسمي والباقي تحت أمره. رغم إنه اتصاب أكتر من مرة في معاركه مع خصوم ذكور تانية، إلا إنه استمر حي وقوي لحد سن 14 سنة. مرة اتصاب في رجله وكان بيمشي بيعرج، ومع ذلك محدش قدر يوقعه. عرفتوا ليه سكارفيس أسطورة؟ ما تنسوش تعملوا فولو ولايك. أشوفكم الفيديو الجاي.